النهاردة هحكي لكم حكاية النداهة. النداهة نوع من أنواع الجن، كان بيظهر زمان في الريف في الأماكن الضلمة، وبيظهر على شكل امرأة جميلة وبتندى على الراجل باسمه لغاية ما تاخده وتغرقه. وفي قصص حقيقية منها وحصلت فعلا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هحكي لكم النهاردة حكاية حصلت في الريف لشاب اسمه يونس. يونس خلص امتحانات وراح عند جده يقضي الأجازة. يونس كان له صديق اسمه رامي عايش في الريف، وأول لما سافر لهناك راح زار صديقه. رامي قال له: تعالى يا يونس نقعد عند الترعة، المكان هناك شكله حلو قوي. راحوا قعدوا مع بعض هناك لغاية الساعة 12 بالليل. يونس قال لرامي: أنا تعبان من السفر وهروح أرتاح شوية. يونس وهو ماشي سمع صوت بنت بتندى عليه، وصوتها كان حلو وساحر. يونس خاف شوية من اللي سمعه، بس بعد كده مشي. ولما روح حكى لخاله عن الصوت اللي سمعه. ضحك خاله وقال له: تلاقيك من تعب السفر لما تنام هتفوق. وتاني يوم خرج يونس مع صاحب رامي وكمان 2 صحاب تانيين اسمهم أحمد وأسامة، وقرروا إنهم ينزلوا يعوموا في الترعة. والوقت جري بيهم لغاية ما الساعة جت 9 بالليل. وهم طالعين من المية أحمد قال لهم: أنا عايز أقعد شوية. وهم خرجوا من المية، وأحمد وهو بيعوم سمع صوت عمال بيندى عليه. فضل يتلفت على الصوت وراح ناحية الصوت لغاية ما اتشد في المية لتحت. وصحابه فضلوا يدوروا عليه ملقوش له أي أثر. والناس اتلمت، وبعد شوية لقوا جثته عايمة على وش المية، ووشه مزرق وعينه مفتحة كأنه شاف شيء مخيف قبل ما يموت. وروح يونس لبيته وهو كان زعلان على اللي حصل لصاحبه أحمد. وفي يوم كان واقف في الشباك بيبص على الترعة، لقى حاجة ماشية على المية من فوق زي ما يكون طبق دهب كبير وبيلمع قوي. نزل علشان يشوف ايه ده ويبص عليه، وقرب علشان ياخده. حس ان في حاجة بتشده، لكن خاله شافه وشده قبل ما يقع في المية. خاله قال له: انت بتعمل ايه؟ انت كنت هتقع. قال له: انا شفت طبق كبير شكله مختلف ومذهب، جيت عشان اخده، حسيت ان في حاجة بتشدني. وكل يوم كان يونس بيسمع ان في حاجة بتندى عليه تحت الشباك. وفي يوم كان يونس واقف في الشباك حوالي الساعة 12 بالليل، وفضل يركز. لقى بنت سمرة شعرها طويل جدا، ومسكت رامي صاحبه وشدته معاها في الترعة. وقبل ما تنزل الترعة بصت على يونس وضحكت له. الغريب ان الترعة مش جنب بيت يونس ولا قدام البيت من الاساس. يونس خاف جدا وفضل يقول هو ده حقيقة ولا خيال. علشان يتأكد راح لبيت رامي يسأل عليه، وأبوه فتح له وقال له: انت عاوز مين؟ قال له: انا عاوز رامي، هو موجود؟ رد عليه انه في اوضته نايم. قال له: يونس ممكن تشوفه؟ دخل ابوه الاوضه بتاعته ملقاش رامي. يونس قال له: لما يجي ابقى اقول له اني سألت عليه. تاني يوم فضلوا يدوروا على رامي مش لاقيينه، وفجأة لقوا جثته على المية. وهنا يونس اتأكد من اللي شافه وعرف ان الدور عليه، وان النداهة هتموته زي ما موتت صاحبه. قرر يونس يحكي لخاله عن كل اللي حصل. خاله راح جاب الشيخ محمد صديق جده، والشيخ طلب من يونس انه يحكي له حكاية من اولها. حكى له يونس على كل حاجة. الشيخ قال له انه لازم يكون ايمانه قوي، وان الجن ضعيف، واللي ظهر له ديت بتكون النداهة، وهي نوع من انواع الجن، وفي ناس بتسميها الغول، وليها اسماء زي عائشة قنديشة او ام الصبيان. وان النداهة عندها قدرة على سحر الانسان، وبتتجسد على شكل راجل او امرأة او اي شكل هي عاوزاه، وهي عبارة عن اشباح سودة او رمادية. والشخص اللي بتظهر له بيبدأ يحلم بكوابيس وبيكره النوم، وبيكون الخوف والفزع متملك منه وهو صاحي وهو نايم، وبتفضل تخوف فيه لغاية ما ييأس وينتحر في الترعة، لأنه بيشوف إن هو ده الحل الوحيد لعذابه. الشيخ قال ليونس إن لازم يقرب من ربنا علشان يحمي نفسه منها. وجاب الشيخ محمد مية مقرع عليها وبدأ يرش مية حوالين البيت، وفضل يقرأ قرآن، وقال إنهم كده مستعدين. وعلى الساعة 12 بالليل
ظهرت قدام البيت وعلى وشها غضب شديد. ولما يونس شافها حس بالخوف من نظرتها، والدنيا فضلت تدور بيه. والشيخ لاحظ اللي بيحصل ليونس وسأله هي جت. هز يونس راسه وكأنه كان مسحور، وبدأ يقرأ قرآن لغاية ما أغمى عليه. لقى نفسه وسط مقابر شكلها غريب، والسماء لونها أحمر، وأصوات الغربان مالية المكان. وفضلت النداهة تضحك، وفي لحظة لقاها واقفة قدامه بالظبط ولسه هتحاول تخنقه، وكان خلاص بيستسلم. سمع صوت الشيخ محمد بيقوله خلي إيمانك قوي، انت أقوى منها، اذكر الله. فضل يقرأ قرآن. في الوقت ده النداهة فضلت تصرخ وترجع لورا، ووقعت على الأرض وهي بتحاول تسد ودانها بإيديها علشان ما تسمعش، وهو صوته يعلى أكتر وأكتر. والنار مسكت فيها من العدم، والأرض فضلت تهتز جامد قوي، وهو لسه مكمل قراية لحد ما حس زي ما يكون في مية جت على وشه، وغمض عينه وفتحها لقى نفسه رجع البيت تاني. والشيخ محمد قعد قدامه وبيتنفس بصعوبة، وقال له حمد لله على السلامة يا ابني. عرف بعد كده انه وقع على الارض وكان بيتكلم بصوت غير صوته، ويتكلم بلغة غريبة. والشيخ محمد فضل جنبه لحد ما فاق ورجع القاهرة، وهو عنده ذكرى مستحيل ينساها. خسر فيها 2 من اقرب الناس اللي عرفهم، بس كسب قربه من ربنا وإيمانه اللي زاد، وعرف إن أي مشكلة يقع فيها لازم يرجع فيها لربنا لأنه صاحب الحل. انتم كمان قربوا من ربنا، وقتها مفيش مخلوق يقدر يأذيكم.